انا هنام في القبر ده، وبكده الدجال هينفذ كل طلباتي وهرجع اخد حقي تاني. نامت جوه القبر ليلة كاملة. معقول ليلة كاملة؟ كل ده عشان تأذي، ومش هتتخيلوا عايزة تأذي مين، واللي حصل بعدها يشيب الراس. مش تتخيلوا ايه اللي حصل. ودي قصتنا النهاردة، قصة حقيقية أغرب من الخيال. يلا بينا نعرف ايه اللي حصل، وازاي جالها قلب تنام ليلة كاملة جوه القبر، ويا ترى عشان تأذي مين، ويا ترى ايه اللي حصل بعدها. كل ده هنعرفه، لكن مش قبل ما نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. كومنتات تحت، ولو متابعيني على اليوتيوب ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لكل جديد من فيديوهات. قصتنا النهارده الواحده كانت متجوزه، وهي وجوزها ربنا ما انعمش عليهم بالخلفه. لفوا على دكاتره كتير لكن الموضوع مؤقت، لا عيب منه ولا منه. المهم كانت الست دي لها جاره برضه متجوزة، لكن ربنا رزقها ب3 أطفال. فكانت بتبقى قاعدة زهقانة تروح تقعد عند جارتها دي. كانت تلعب مع أولادها ويضحكوا ويهزروا مع بعض. كانت بتشوف إن جارتها دي نظيفة جدا في بيتها وفي أولادها وفي حياتها. وطبعا كانت دايما بتكلمها عن جوزها وبيعاملها ازاي وقد ايه هو حنين عليها، وجاي دايما بيجيب لها هدايا وبيفتكر عيد ميلادها وعيد جوازها، وبيفسحهم في الحتة الفلانية وبيقضوا المصيف في الحتة الفلانية، وعلى طول بيخرجوا بره وياكلوا بره. والتانية طبعا مش لاقيه حاجه تحكي لها. كانت دايما تشتكي لها تقول لها احنا ما عندناش اطفال اهو، لكن جوزي طول الوقت في الشغل زي ما انت شايفه كده، لا بيخرجني ولا بيفسحني ولا له في الكلام ده خالص. طبعا كانت تقول لها يا حبيبتي اتكلمي معاه، قولي له ان انت مش عاجبك الدنيا كده، خليه مثلا يخرجك في مره يفسحك في مره، ما ينفعش كده انت تزهقي. والله غلبت معاه كلام لكن مفيش فايده فيه. فطبعا كان جوزها يجي من الشغل كان يسلم عليها ويقول لها وحشتيني جدا ويسمع جارتها ده احلى كلام. كانت تدخل تلاقي جوزها جاي من الشغل يقول لها خلصي عملت الاكل ولا لا، انا ميت من جوه النهارده تعبت جدا في الشغل، ويقعد يحكي حاجات غريبه. وطبعا كان ياكل من هنا ويدخل ينام. كانت تقول له حرام عليك، ايه العيشه دي، ده احنا يعني لسه ما عندناش اطفال، لا بتخرجني ولا بتفسحني ولا بتعمل معايا حاجه. تعالى شوف جارتنا دي جوزها بيعمل معاها ايه. بقول لك ايه، هتخشي بقى عند الجيران وتقعدي تبص على عيشتهم وتيجي تنكدي عليا؟ ما تخشيش عند حد يا ستي. الخروج والفسح والدلع دول للناس الفاضيه، الناس اللي معاها فلوس بزياده، لكن انت زي ما انت شايفه اللي جاي على قد اللي رايح. فبقول لك ايه، ارضي بعيشك يا بنت الحلال، عشان انا دماغي وجعاني. مش كل ما تدخلي عند جارتنا دي تيجي تنكدي عليا. اقعدي في بيتك احسن. ما انا قلت لك انزل اشتغل بدل ما انا قاعده فاضيه كده. ما عندناش يعني لا عيل ولا تايب. بقول لك انت كل يوم تسمعيني نفس الاسطوانه، ما عنديش ستات تشتغل. ويلا بقى يا ستي. المهم كانت بتبقى متضايقه جدا لدرجه ان الغل والغيره ملوا قلبها من ناحيه جارتها دي. هو بقت عماله تشوف توقع بينها وبين جوزها ازاي، لدرجه ان هي كانت تعمل اكونتات فيك وتبعت لجوزها اي كلام، لكن ما كانش فيه لا حس ولا خبر. هو علاقتهم كل يوم بتبقى للاحسن. كل يوم شايفاهم مأنججين بعض ونازلين مبسوطين رايحين يخرجوا يتعشوا بره، وكانوا يسيبوا اغلبيه الوقت الاولاد في البيت. وطبعا كانت بتبقى متضايقه مش عارفه توقع ما بينهم خالص، للدرجات دي بيحبوا بعض. امال يعني لو حلوه زي كان عمل معاها ايه. هما ده كده الحلوين حظهم قليل. المهم لدرجه من كتر الغيره ابتدت ان هي تلجأ لدجال عشان تخلي حياه جارتها دي جحيم. المهم راحت للدجال وقال لها بقول لك ايه، تعرفي تجيبي قطر جارتك دي؟ قالت له هو صعب بس هحاول. المهم خطرت عليها فكرة شيطانية ان هي تنزل تجيب لجارتها دي، يعني عشان كان عيد ميلادها قرب تجيب لها بلوزة هدية، وقصدت ان هي تجيب هدايا عشان ما تجيش على قدها. المهم راحت وقالت لها كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، انا عارفة ان عيد ميلادك قريب فقلت بقى اجيب لك حاجة بسيطة كده. قالت لها طب ليه تعبه نفسك؟ قالت لها بس خشي قسيها عشان هو قال لي يعني لو المقاس مش مظبوط رجعها لي على طول. خشي بس قسيها وجيبها لي، لو على قدك تمام لو مش على قدك الحق ارجعها. قالت لها ماشي يا حبيبتي. دخلت تقيسها وهي بتقيس خدت صورتها هي واطفالها، كانت حطها في برواز من غير ما حد ياخد باله. طبعا خرجت قالت لها هي جميله قوي لكن زي ما انت شايفه ضيقه جدا عليا. قالت لها الصراحه فعلا ضيقه.
طيب خلاص اقلعيها وانا هجيب لك المقاس اللي على قدك، انا خلاص عرفت مقاسك. المهم طبعا ضمنت ان هي لبست البلوزه اللي بيبقى فيها ريحتها، وخدت البلوزه وخدت الصوره اللي فيها هي واولادها وادتها للدجال. ساعتها الدجال طلب منها طلب صعب جدا، قال لها انا مش عارف انت هتعمليه ولا لا. قالت له انا مستعده اعمل اي حاجه. قال لها للدرجه دي؟ للدرجه دي بتكرهي جارتك دي؟ قالت له مش بكرهها يعني، لكن بجد نفسي ان انا اشوف حياتها دي متحوله. انت مش عارف هي مدمراني نفسيا ازاي. قال لها ما تقلقيش، بص يا ستي، هتاخدي الصورة دي انا هكتب لك عليها شوية طلاسم، وهتاخدي البلوزة دي وتروحي تنامي ليلة في القبر. ليلة كاملة؟ ازاي؟ ده انا اموت من الرعب. هو ده اللي عندي. وبعديها هتحرقي البلوزة دي، وبعد ما تحرقيها هتطفيها بالمية اللي انا هديها لك دي، وبعديها هتحفري حفرة في القبر وتدفني فيها البلوزة وتدفني فيها الصورة، وتنامي فوق الحفرة دي ليلة كاملة لحد ما النهار يطلع، وبعديها تمشي، وبعديها هتشوفي العجب لجارتك دي. قالت له بس انا خايفة من حكاية القبر دي. يا ستي ما تخافيش، ايه اللي هيحصل يعني؟ قالت له ماشي. من كتر النار اللي جواها ومن كتر ما نفسها انها تفرح في جارتها دي، كانت مستعدة تعمل اي حاجة. خدت كل حاجة، والمية اللي الدجال اداها والصورة اللي كاتب عليها بالحبر الاحمر والطلاسم، وراحت راحة القبر. ده كان قبر العيلة عندها. واول قالت لجوزها بقول لك ايه، انا زهقانة وهروح ابات الليلة دي عند والدتي عشان تعبانة شوية وكده. قال لها مفيش مشكلة. طبعا لقنت والدتها وقالت لها لما جوزي يتصل بيك قولي له ان انا بايتة عندك. قالت لها خير في حاجة؟ قالت لها قولي له كده بس وخلاص. المهم راحت ساعتها القبر بتاع العيلة، وشافت حتة هادية كده وركن هادي تقعد فيه عشان محدش ياخد باله منها، عشان طبعا ممكن يكون حارس التراب ياخد باله ولا حاجة تحصل مشكلة كبيرة. المهم لقت ركن هادي كده، وراحت عاملة كل اللي الدجال قال لها عليه، ولعت في البلوزة وطفتها بالمية اللي هو قاري عليها، وطبعا ساعتها حفرت حفرة وحطت فيها الحاجة، وراحت ردمة الحفرة وحطت راسها على الحفرة زي ما الدجال قال لها، وقال لها لازم تنامي ولازم تروحي في النوم. فلما نامت حلمت بكابوس غريب جدا. حلمت بجارتها هناء دي بتصرخ وبتلطم على وشها، وشقتها مولعة في كل حتة. المهم قامت على صوت نباح كلب. أول ما صحيت لقت النهار طلع، ولقت الكلب عمال يجري وراه. قعدت تجري والكلب يجري وراه لحد ما خرجت بره القبر وروحت على البيت. وأول ما روحت على البيت بقت عمالة تبص كده يمين وشمال وتشوف حاجة عند جارتها كده ولا كده. هو قال لي أول ما تعملي كل اللي هقولك عليه حياة جارتك دي هتتحول لجحيم، لكن لا حس ولا خبر. المهم قالت لما اتصل كده اطمن عليه. بتتصل ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه، انتوا كويسين؟ قالت لها الحمد لله، انا وجوزي رايحين نتعشى النهارده بره وهنسيب الاولاد في البيت، يا ريت يعني تشقري عليهم كده من وقت للتاني. قالت لها تتعشوا بره، ربنا يسعدك يا حبيبتي، على العموم ما تقلقيش خالص على الاولاد، انا هخلي بالي منهم. المهم قفلت من هنا والنار جواها من هنا. ضحك عليا النصاب الحرامي، ما هو دجال، هو قال لي هتعملي الحاجات دي من هنا وحياتها هتتحول لجحيم، تقوم تخرج هي وجوزها يتعشوا بره. هعمل فيه ايه دلوقتي؟ انا لازم اروح افرج عليه امته. ايوه ضحك عليا، هعمل ايه دلوقتي؟ المهم لبست هدومها عشان تروح للدجال وتقول له ان ما حصلهاش اي حاجه. يا دوب بتفتح الباب لقت الجيران ملمومه والصوت والصريخ والنار من كل حته. في ايه اللي حصل؟ قالوا لها شقه جارتك ولعت. طبعا هي الوحيده اللي كانت عارفه ان الاولاد جوه. طبعا هي شايفه النار طالعه من كل مكان، مش عارفه تعمل حاجه، كانت واقفه مصدومه. يا ساتر يا رب، ما كانتش متخيله ان هي هتأذيها للدرجه دي. المهم سمعت صريخ جاي من تحت، لقت جارتها وجوزها جم ومش مصدقين، ولادنا جوه، ولادنا جوه. طبعا كل الناس منعتهم من الدخول لان كانت الحريقه شديده جدا، والكل اجمع ان استحاله الاولاد يخرجوا عايشين من جوه. وفعلا الاولاد خرجوا ميتين. وساعتها اول ما جارتها شافت حاجه زي كده
اغمى عليها ونقلوها المستشفى، ما كانتش بتتكلم خالص. طبعا عارفين انتوا اللي يقتل القتيل ويمشوا بجنازته. طبعا راحت لجارتها وقعدت تهون عليها وتقول لها ربنا يعوضك خير يا حبيبتي والكلام ده. لكن جارتها دي ما كانتش حاسة بالدنيا خالص، كانت في عالم تاني، كان يعني تصعب على الكافر. المهم ساعتها روحت، لكن طول الوقت ضميرها بيأنب، انا ما كنتش قصده ان انا احول حياتها لجحيم كده. انا اخري مثلا تتخانق هي وجوزها، يحصل انفصال ما بينهم، يبقى في نكد، ما يبطل خروج، يبطل يدلعها. لكن ما كنتش متوقعة ان كل ده هيحصل لها. طبعا طول الوقت من كتر ما هي سرحانة وبتكلم نفسها، جوزها بيقول لها هو في ايه؟ هو انت ايه اللي حصل لك؟ انا بقيت كتير بحس ان انت بتكلمي نفسك. ده غير الكوابيس اللي كانت بتصحى عليه، كانت طول الوقت تحلم بكوابيس وتحلم بأطفال بتتحرق. ما كانتش عارفة يعني تعيش حياتها خالص، لدرجة ان هي من كتر ما هي بتشوف كوابيس وبتكلم نفسها وضميرها بيأنبها، راحت للشرطة عشان تعترف لهم بكل حاجة. لكن الشرطة ساعتها حست ان عقلها مش متزن، ودوها مصحة نفسية، وبقت طول الوقت عمالة تكلم في نفسها وتشوف حاجات غريبة، لحد ما ولعت في نفسها وخلصت على نفسها. ودي كانت قصتنا النهاردة. بجد الغل والغيرة والحقد لما بيملأ قلب حد خلاص بيفتح بابه للشيطان، مستعد يعمل اي حاجة عشان يأذي اللي قدامه، بسبب ان هو بيستكتر عليه النعم اللي هو فيها. عشان كده يا جماعة قصتنا النهاردة بتعلمنا ان مش كل حاجة في حياتنا نحكيها لغيرنا. بلاش ان احنا نقعد يعني نقول كل الحلو اللي في حياتنا للي قدامنا، والطعنة ما بتجيش على فكرة غير من اقرب الاقربين. الغل والحسد والسحر ما بيجيش غير من اقرب الاقربين. عشان كده يا جماعة يا ريت نقفل على نفسنا، بلاش مش كل حياتنا ظاهرة للناس، خصوصا الناس اللي دايما بتقعد تصور وتنزل صورها في المصيف وتنزل صورها في الخروج وفي الفسح وهنا وهنا. وطبعا تنزلها على الملأ. الناس بقت وحشة ونفوسها مريضة، وفي ناس كتير جدا بتستكتر عليك النعم، وناس كتير جدا ساخطة على حياتها وبتبتدي تبص لغيرها. فبلاش يا جماعة، دي فتحت بابها للشيطان ولجأت للدجل عشان تأذي جارتها وتدمر لها حياتها، وفي الآخر دمرت لها حياتها وضاقت من نفس الكاس، واتأذت هي كمان لحد ما خلصت على نفسها وولعت في نفسها. فصدقوني اللي بيأذي الغير برضه بيتأذي وبيدوق من نفس الكاس. فياريت يا جماعة ان احنا نقفل على نفسنا، مش اي حاجة نحكيها لأي حد، لان في ناس كتير نفوسها مريضة وبتستكتر علينا النعم. لو معرفتش تأذينا ابسط الامكانيات تحسدنا، والحسد اقوى من السحر على فكرة، الحسد بيدخل صاحبه القبر. فياريت يا جماعة نقفل على حياتنا، مش اي حاجة نحكيها لأي حد. يعني نحاول ان احنا يعني نداري شوية على شمعتنا زي ما بيقولوا، نداري شوية على النعم اللي احنا فيها، لان بجد نفوس الناس بقت مريضة، وربنا يا رب يكفينا شرهم. ودي كانت قصتنا النهاردة، يا رب تنال اعجابكم، ومستنية رأيكم في الكومنتات.